السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم متنوعة في ليلية حرة. كيف كتشوفوا اليوم جبت لكم وصفة أو حلوة سهلة مهلة سريعة بدون فرن بدون أي عناء ورخيصة واقتصادية في متناول الجميع وتعجب الكبير والصغير. كيف كتشوفوا المقادير اللي معايا؟ هنا عندنا الشوكولا اللي سميتو ماكاو. هذا الشوكولا هو احسن شوكولات للحلويات اللي ننصحكم به، يعني كاين عده ماركات ولكن هذا هو اللي جربت. وكيف كتشوفوا السمك ديالو، يعني كل مرسو شحال كبير شحال غليظ، يعني فيه ما يدار. هنا عندنا نسلي كراميل يعني بالمذاق الكراميل، وعندنا كاوكاو اللي ديجا هو محمر. نبداو على بركه الله. الوصفه كيف قلت لكم اخواتي سهله مهله، ما تاخذش منكم وقت طويل وغادي تعجب وليداتكم. تقدروا تستعملوها ليهم في الكوتي في الدار فين ما عجبكم. هنا الطريقه اللي كنستعمل انا كنهروش كاوكاو، يعني تقدروا تستعملوا الماكينه تهروشوا بها. اذا اخواتي خليكم معايا حتى اخر الفيديو. ما تنسوش طبعا الاشتراك في القناه مع تفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد المفيد المتنوع. والجيم اذا اعجبكم الفيديو. كيف كتعرفوا قناتي وقناتكم متنوعه، فيها وصفات تاع التجميل ديال الطبخ، مواضيع كذلك كنعرض لكم بعض الفيديوهات ديال المحلات اللي معروفه ومشهوره. كنتمنى ان اعجابكم المحتوى ديال القناه ديالي، واخا كنغبر عليكم مره لظروف خاصه، فكنبغي نجي لكم دائما بشي حاجه اللي زوينه واللي تفيدكم واللي كنبارطاجيها معكم كنكون جربتها وعجبتني بزاف. كيف كتشوفوا اخواتي هنا كنحاول نهروش كاوكاو، يعني كنحاول هكذا نطحنو باش يعطيني واحد المنظر اللي هو زوين في الحلوه ديالي. خليت كاوكاو ديالي مهروش ابار، وغادي ناخذ الماء، غندير حمام مريم او بان ماري باش ندوب الشوكولا. هذه احسن طريقه اللي كندوبوا بها الشوكولا. كاين اللي كيذوبوا بالحليب، كاين اللي كيذوبوا بالزبده، كاين اللي كيذوبوا بالزيت. انا غنوريكم الطريقه اللي كندوبوا بها، وهذه الطريقه هي اللي ناجحه وسهله وما كتعذبش. كيف كتشوفوا البنات بهذه الطريقه انا شنو كندير؟ كنطحن الشوكولا، كنطحنو بحال كنهروشو شويه باش كيجي سهل في الذوبان. يعني اغلبيه الناس كيحطوا الشوكولا يذوب فوق البان ماغي او فوق النار بلا ما يطحنوه، كيخليو هذوك القطع كيف ما هي. ما ننصحكمش ديروا هذه الطريقه لانها كتعطل في الذوبان ديال الشوكولا، فبالتالي كيبدا يتحرق لينا، يعني كتكون الحراره غلبت عليه. اما هذه الطريقه كتجي سهله مهله وسريعه. دونك انا هنايا حاولت نهروش الكميه اللي بغيت نستعمل. غادي نحطها في هذا الاناء وغادي نحطها فوق النار. خليكم معايا ونتمنى نكون فدتكم. كنت باغا ندير لكم فيديو خاص على طريقه الذوبان ديال الشوكولا ولي زاستيس ديالو والمميزات ديال كل طريقه، ولكن هي جات في فيديو نيت مجموع، هكذا نستافدوا من الفيديو على جوج مرات. غنستمر بنفس الطريقه، كنحاول نطحنو شويه عاد غادي نبدا الذوبان ديالو. خليكم معايا حتى الاخير، ما تمشيو فين وغتستافدوا ان شاء الله. اذا هنا وضعنا الشوكولا ديالنا فوق بان ماري او اناء اللي فيه الماء، وغادي نحطوه فوق النار وغادي نبداو نحركو ونخليوه يبدا يذوب. كيف كتشوفوا بدا كيذوب، ما ضفت عليه حتى شي حاجه، يعني كنديروا الشوكولا بوحدو. من بعد عاد غادي نوريكم شنو كنضيف عليه انايا والفرق وايجابيات وسلبيات كل حاجه. كيف كتشوفوا هنايا انا حاولت نضيف عليه الزبده. انا كنستعمل لا مارك لا بريري هي اللي كنستعمل، فزت عليه شويه ديال الزبده وغادي نبقى نستمر في التحريك بشويه حتى يعطيني واحد القوام اللي هو متماسك. لان كاين بزاف الناس كيستعملوا الزيت، ما نصحكمش تستعملوا الزيت. الزيت كيخلي الشوكولات ما كيلصقش، فاش كديروه في شي حلوه ديالكم ما كيلصقش. فالزيت ما نصحكمش به، بالعكس الزبده كتخليه كيذوب مزيان،
كتخلي لا تكستور ديالو كتبقى كيف ما هي. فنصحكم تذوبوا الشوكولا ديالكم بالزبده، ولكن ماشي بكميه كبيره باش ما تكونش ميدمه، يعني الحلوه ديالكم ما تكونش ميدمه وباش ما تضركمش. هنا كيف كتشوفوا خليت الشوكولا ديالي كيذوب وكنحركو مره مره. وكذلك بديت كندير كاوكاو في هذيك القوالب ديال السيليكون اللي غندير فيهم الحلوه. يعني هاد القوالب ديال السيليكون عندكم الاختيار، اما توضعوا فيهم الشوكولا بوحدو كيعطي منظر رائع ومذاق زوين، طبعا كيبقى غير يعني كيكون غير الشوكولا بواحد المنظر اللي هو زوين، اما كتضيفوا كاوكاو باش كتزينوا وباش كديروا اضافه اللي هي زوينه على الحلوه ديالكم. هنا كيف كتشوفوا بنتي حتى هي كتعاونني، فتا هي كيعجبها الحلويات والمشاركه ديال فيهم، فخليتها تعاوني شويه. كنصحكم تخليو وليداتكم تبارطاجيو معاهم الاعمال المنزليه، كسوا الاعمال ديال الطبخ او اعمال اليدويه، باش حتى هما كيتعلموا كيبدلوا الوقت كيبدلوا الجو وكيستافدوا معاكم. غادي نستمروا بهذه الطريقه. كنوضعوا كاوكاو هو الاول او اللوز او بيستاش او لاكاجو، المهم اي فاكهه جافه متوفره عندكم في البيت تقدروا تستعملوها. كتكون هكذا الماكله ودوه كيف كنقولوا، كتاكلوا حلوه وفي نفس الوقت مفيده. هنا انا درت الشوكولا فوق كاوكاو، يعني حاولت نخوي بشويه بشويه فوق كاوكاو ودخلتها الثلاجه باش تجمد، وفعلا جمدات وعطات واحد المنظر اللي هو رائع. ها هي الحلوه ديالنا وجدات في اقل من 5 دقائق، يعني دغيا يعني كندخلوا للثلاجه غير باش تشد فراسها مزيان، وكنخرجوا من القوالب السيليكون بشويه وكنحطوها في الصحن ديال التقديم. كتجي رائعه بواحد اللمعه، كيف كتشوفوا اللمعه جايه من اللمعه ديال الزبده، يعني الزيت كيخلي الشوكولات كيبهات. الحليب كذلك ما كنصحكمش تستعملوا الحليب، فكيزيد يقصح الشوكولات وكيبهت ليه اللون، اما الزبده كتعطيه واحد اللون اللي هو رائع، كتعطيه اللمعه. وكذلك المنظر ديال الكاوكاو جا غزال بزاف جات كتشهي هاد الحليوه او هاد الشوكولاته بالكاوكاو، والمنظر ديالها رائع، وكذلك سهله وبسيطه واقتصاديه وما كتاخذش الوقت. بالصحه والراحه قدموها للاطفال ديالكم والضيوف ديالكم. انا هنا درت كميه غير بسيطه غير قليله، نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، ومرحبا بكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.